القميص الأبيض من القطع البيزك. أنا ندى your personal stylist. النهاردة عايزة أقولك تريك عن الشميز الأبيض. طيب احنا اتفقنا ان هو من القطع الأساسية جدا ان يكون عندي في الدولاب قميص أبيض سادة خالص، الكول بتاعته مظبوطة، الكتاف بتاعته مظبوطة، الطول بتاعه بالدوران مظبوط عليا جدا علشان اقدر استخدمه بطريقة مختلفة. هلبسه على جينز اوكي، هلبسه على جوب. هنا الجوب ممكن تبقى ساده، ممكن تبقى دانتيل، ممكن تبقى حرير، ممكن تبقى بليسي، اي حاجه الشميز الابيض هيليق عليها. لو انا عايزه استعمله فورمال يبقى انا هحطه تحت بدله، كمان لازم تبقى القصه بتاعته مظبوطه. بنلاقي كتير احنا كستات في القسم الحريمي ان القمصان بتبقى شويه خفيفه، شويه شفافه، الكول بنلاقيها شويه صغيره. فانا انصحك جدا انك تخشي عند القسم الرجالي. القسم الرجالي عنده ميزه كويسه قوي. اولا الخامه بتاعه القميص الرجالي معالجه علشان ما تتكرمش، عشان طبعا الرجاله بيلبسوها طول النهار تحت البدله. احنا كمان عايزين الشميز بتاعنا ما يتكرمش علشان انا لابساه تحت بدله، تحت تيار، حتى لو لابساه على جينز انا محتاجه الخامه اللي هي بتكون معالجه للانكماش. الكول بتاعتهم بتلاقوها ان هي ماسكه نفسها شويه، فده هينفعني ان انا ممكن احط مثلا براش على الكول. عندهم الاساور بتبقى برضو حلوه قوي وعندها مكان للزرار، انا ممكن اشيل الزرار واحط بداله البراش واحط لكم الصور علشان اديكم كده شويه افكار ازاي ممكن نخلي الشميز الرجالي بتاتش صغير يبقى فيمينين واليجنت جدا. ممكن جدا اغير زرايره، لو انا زرايره مضايقاني ممكن اخليها لون تاني، او ممكن اخليها لولي. موضه قوي اللولي السنه دي وهنستعمله في حاجات كتير، فحتى لو انا الشميز هلبسه على جينز بس احط الزراير بتاعته لولي او احطها فيها ستراس مثلا او فصوص، بتدي شكل حلو قوي. هو بصراحه مش بس الشميز الابيض، يعني عندهم الرجالي قمصان كتيره حلوه، الخامه بتاعتها حلوه، فعايزين نستغل كده. ممكن يكون عايزه قميص بيبي بلو بتدوري عليه مش لاقياه، خشي على طول على القسم الرجالي. الكارو الصغير عندهم، المقلم الرفيع كمان حلو قوي، وبقى فيه الوان على فكره في القسم الرجالي بتليق مع الستات جدا. طيب اخر حاجه هقولها لك ازاي تختاري المقاس الصح. اولا ما تاخديش ابدا الريكتانجل شيب بتاع القميص الرجالي اللي هو الكبير، لا احنا بالعكس احنا هناخده سليم فيت. سليم فيت يعني ايه؟ يعني هتلاقي انه القميص فيه تجسيمه شويه من عند الوسط، دول بيلبسوها الرجاله اللي هم بيبقوا رفيعين شويه، وعشان دايما القميص يبقى مشدود تحت البدله. ده اكتر كات او قصه بتنفعنا انه الشميز يبقى مجسم شويه، فلما تلبسيه هتحسي ان هو مظبوط، خصوصا لو هتلبسيه تحت تيار او هتلبسيه تحت بدله. لو هتستعملي الريكتانجل يبقى انت عايزه تلبسيه على حاجه كاجوال، او مثلا هتربطيه من قدام هتحطي عليه حزام، فانت محتاجه الوسع بتاعه. اهم حاجه ما ننساش ما نشتريش من عندهم القمصان اللي هي بتخلص بخط مستقيم اللي هم بيلبسوها بره الجينز. احنا هناخد دايما الشميز بتاعهم اللي فيه دوران من قدام ومن ورا، عشان هو ده اللي هيظبط شكل جسمنا.